في شيء خطير عم يصير قدام عيوننا. اليوم شفت فيديو معمول عن طريق الذكاء الاصطناعي وخلاني عن جد اوقف واسال، عجب وصلنا لمرحله صار فيها الذكاء الاصطناعي تهديد لنا او للبشريه. واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم يا اخوان رح نشوف فيديوهات معموله من الذكاء الاصطناعي، وفي منهم كمان اذا انتم بتشوفون عن جد يعني رح تحسوا باحساس غريب. احساس انا عندي شلون حسيته بس ما اعرف شلون اوصفه. شلون بدي اوصفه ما بعرف، فانتم لازم تشوفوا الفيديو مشان تعرفوا ايش هو الاحساس. قبل ما نبلش لا تنسوا الاشتراك بالقناه، وكمان لا تنسوا تفعلوا زر الجرس يا اخوان، هدفنا نوصل 10000 مشترك، وحطوا لايك كمان. يعني اللي عم تشوفوا درع اليوتيوب هذا يا اخوان مو حقيقي، هذا ابو الليره فيكم تحكوا، يعني انا هيك مسويه لانه يعني حلم انه اساس، مو انه حلم، يعني هدف الي يعني ان شاء الله. وانتم اذا حابين انه نجيب الدرع ونحطه هنيك بالزاويه هذيك، فعليكم بالاشتراك وممكن تدعموني، ويا اهلا وسهلا فيكم. قبل ما تكملوا الفيديو لا تنسوا تجيبوا شيء تشربوه، وكمان اكلات صحيه صحيه، انتبهوا على شيء اسمه صحي. يعني تعرفوا انه انا لاعب كمال اجسام يعني ف بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبلش باول فيديو. مثل ما شفتوا يا اخوان عاملين الدجاجة على شكل انسان، ويلي عم يطبخون هن ايدين ناس وكمان روس ناس يعني، فعاملين العكس. فالشخص اللي مسوي هذا الفيديو مثال تمام، ايش طيب راح يكون قصده بهذا الشي؟ عجب. انا اليوم بدي رايكم بكل فيديو. ليش؟ لاني يا اخوان يعني كل فيديو ما له معنى حرفيا. في البعض له معنى ولكن بشكل يعني انه عم يعمل اساءة، تمام، اساءة مثال للانسان يعني. الله يا الله، عفن الدماغ. يعني حرفيا فيديوهات عفن الدماغ. هدول الفيديوهات اللي كنت انا عم احكي لكم عليهم يا اخوان، جد شي مدري شلون، ما بعرف شو احساسكم. اكتبوا لي تحت احساسكم بالتعليقات، لاني مدري شلون احساسي غريب، بس مثل ما حكيت لكم انه ما اعرف اوصفه. يعني هلا ايش هذا المعنى بهذا الفيديو يا اخوان؟ قسما بالله قرف قرف مو طبيعي، يعني ما بعرف شلون هيك. يا اخي انا ليه مصور الفيديو؟ ندخل على التعليقات نشوف ايش كاتبين الناس. سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. في بعض الناس كني مصدقين هذا الشيء، ما بعرفه. دخيلك يا علي. هدول اكيد جماعة اللطم وما لطم. يا اخوان الناس مصدقة. يا الله، يعني مبين انه فوتوشوب او من الذكاء الاصطناعي، مبينة يعني. الله رح نشوف فيديو حرفيا يا اخوان، يعني عفن دماغ لما بتطلعوا عليه تمام. ما بعرف شلون بتحسوا الاحساس الغريب يلي يا الله يا الله يا الله شلون. Life is this. I like this. يا اخي ما بعرف شلون الاحساس، ما بعرف، بتحسوا شي بجوات مخكم بعيونكم، شي داخل ببعضه، واحساس بشع بشع عن جد، احساس بشع. وش هالقرف يلي عم سووه يعني؟ قسم بالله قرف. والشي اللي مو منيح يا اخوان انه الفيديوهات هدول عم بيجيبوا تفاعل كتير كتير منيح يعني. في البعض يعني عم بيجيبوا مليون لايك وملايين المشاهدات حرفيا. يا اخوان بدي منكم انه بكل فيديو تشوفوه بتنزلوا تحت على التعليقات وتكتبوا لي احساسكم بكل فيديو. بدي اشوف انا احساسكم، لاني كمان بدي اشوف انه ليش هيك يعني. عجب احساسكم مثلي. حاطين راس انسان على هيئة معزة او ما بعرف شو بتسموها انتو عندكم يعني. واي واي واي، ليش 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 يا اخوان؟ هيك فيديوهات بتسبب لكم عفن دماغ. يعني انا كمان اشو الغريب بهالموضوع اني عم اكمل الفيديو. يعني تخيلوا انتو بس ها اني عم اكمل الفيديو، فحرفيا ان هلا نجحوا بهدول المقاطع انه نحن نكمل الفيديو. خلونا نفتح هيك سناك خفيف نظيف. اني عن جد قرفت. هلا بعيدا عن كل شيء يا اخوان، شلونكم انتم؟ طمنوني عنكم يعني. اصحى جوات واتساب وانا عم اطمن على الناس. راح اشوف فيديو وانا عم اكل. Chelsea, wakabla mi ovakasimami, ayali abien, odaristi. الاشخاص اللي عم يعملوا هدول الفيديوهات طب ايش حابين يوصلوا لنا؟ يعني ما بعرف، قرف قرف يا اخي. حاطين اجر بيوت انسان، عيونه تحت عيونه فوق، راسه ورا في هذه اللحظة أدرك أبو حمدان إن الجاب بالطوخ. العيد. مثل ما شفنا يا اخوان، عجب الذكاء الاصطناعي رح يكون تهديد لنا. Cristiano, come quick. Our baby is being born. يا الله، لا 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 مو لهون. يا ولا هالدرجة وصلنا. كريستيانو وميسي
أبا ما راح احكي. عما Hanging in my love. He looks just like you, Messi. He has to win 8 Ballon d'Ors like me. يا اخوان حرفيا هذا الشيء معمول من الذكاء الاصطناعي. كل هالشيء اللي شفتوه هلا معمول من الذكاء الاصطناعي. لوين رح نوصل لوين؟ انا خفت بكره لحد ياخذ لي فيديو ويسوي لي مثل هذا. يعني حطني انا ميسي. جبت العيد انا ما بعرف، استغفر الله العظيم. فهمت شلون الفيديو يعني شلون هيك صاير؟ عجب احط الفيديو ما احطه والله العظيم ما بعرف، يعني انا ما بحط هيك شغلات يعني. عيب اخوي اشها. صرت اخاف عن جد يعني مثل ما قلت لكم انه حدا يعمل لي فيديو الي او مثال الك او الك او يا الله وينشره. والمشكله انه في ناس بيصدقوا هيك فيديوهات. في ناس بيصدقوا هيك فيديوهات. هي المصيبه. انا حاب افهم ايش فكره هدول الفيديوهات عن جد يعني. لازم انا اروح احكي مع تشات جي بي تي، يعني تشات جي بي تي عجب بيساعدنا، عجب رايي احكي معه. تشات جي بي تي شلونك؟ طمني عنك، ان شاء الله تكون بخير يا رب. طلع ليسمعني، بدي انا مساعدتك حاليا بسرعه بسرعه بسرعه، تمام ها؟ وبدي اجابه صحيحه مو هيك شلون من كان يعني. بعثت له الصوره، هلا راح اكتب له، بعثت له ايش هو احساسك وشعورك لما شفت هذا الفيديو. خلونا نشوف. اسمعوا صار يحكي تشات جي بي تي. الفيديو فعلا مثير للقلق وتثير الشعور بالانزعاج او التوتر. شكل الوجه المغطى بأيد كثيرة بشكل غير طبيعي يوصل إحساس بالاختناق أو السيطرة. أحس أن الفيديو يحاول أن يلفت الانتباه لمخاوف مستقبلية عن الذكاء الاصطناعي ويطرح تساؤلات مهمة عن الحدود بين الإبداع والتشويه. ولو خلص الفيديو اليوم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا كمان تفعلوا زر الجرس يا اخوان. هدفنا نوصل 10,000 مشترك، يا رب نوصل يا الله يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم. ولا تنسوا كمان تحطوا لايك، يعني اللايك هو اللي بيقترح الفيديو. كان معكم اخوكم صالح، في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا اخوان كمان شغله، اللي حابب يتابعني على التيك توك او الانستغرام، هونيك انا بقدم محتوى فلوج وايضا يعني يومياتي وهيك، فاللي حابب يا ميت اهلا وسهلا، الروابط تحت بالوصف.